بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظاهرة انتشرت وللأسف الشديد بين البنات، خاصة في الكليات، في ثانويات البنات، في المتوسطة، ربما في بعض المجتمع النسائي، ظاهرة ما تسمى في البويات. هذه الظاهرة التي والله أنا أعتبرها قنبلة مؤقتة بين البنات. يا كثر ما اتصلت علينا بنات، يا كثر ما اتصلن يشكن بويات والبويات، وتنتشر البويات وغيره. وش البويات؟ أولا البويات بهذا الاسم الخاص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من تشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. فالبويات التي تنتشر الآن، الموجودة الآن في المدارس وفي كذلك في الكليات والثانويات، هذه التي انتشرت بمسمى البويات. وهذه رسالة إلى كل بنت: احذري من هذه البويات التي انتشرت، احذري منها أشد الحذر، لأن أتتنا بعض الاتصالات إن البويات لهن علاقة مع كثير من الشباب، بل بعضهن يدخن. سمعنا بعضهن وحقيقة إنها يدخن، وبعضهن يتعاطن المخدرات، وبعضهن يستخدم الجوال وتصوير البنات وابتزاز وغيره. وهذه أنا أسميها، هذه البويات يعني باختصار أنا أسميها وحوش بشرية، وحوش بشرية تعيش بين بناتنا وبين أخواتنا وبين زوجاتنا. لا بد لنا أن نقف أمام هذه الظاهرة، أمام هذه الظاهرة التي أنا أعتبرها شيطانية. وهذه والله مصيبة. تجد بعض البويات أنها تلبس ذلك السلسال، وربما أنها تعلق تلك الجمجمة، أو أنها تقص ذيك القصة الغربية، قصة لاعب أو قصة فنان وغيرها. أنا أستغرب، وين دور الأب؟ أنت أيها الأب وين دورك؟ أنت أيتها الأم وين دورك؟ الآن تشوفين بنتك، أو أنت يا زوج. أنا أقول لكل بويه تسمعني، أقول: اتق الله سبحانه وتعالى، اتقي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حكم باللعن لمن تتشبه من النساء بالرجال. اتق الله أيتها البوية. وأنا أقول: راجعي حساباتك، فأنت امرأة ربما أنها تضايق الآن، أنا أدري أنها تتضايق الآن من الكلام هذا، لأنها ما عمرها يمكن سمعت ذكر أو ما عمرها سمعت أحد ينصحها. فأنا أقول: اتق الله سبحانه وتعالى، والله سوف تقفين بين يد الله. والله يا بوية اللي آذيتي البنات وآذيتي الفتيات وآذيتي الشريفات الطاهرات العفيفات، والله لتقفين يوم القيامة بين يد الله سبحانه وتعالى، وينتقم من ظلمك لهذه البنات. نصيحة يا أختي الغالية، نصيحة يا طالبة، نصيحة يا معلمة، نصيحة يا مسؤولة. والله العظيم العرض إذا ضاع من المرأة والله ما يعوض إلا بالتوبة الصادقة، إلا بالتوبة الصادقة النصوح. استرجنا يا بعدها المرجلة، يا مبعدها نفسك